الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. وفناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل أبو ضحكة جنان حسن فايق الله يرحمه. ممثل مصري اسمه بالكامل حسن فايق محمد الخولي. ولد بمدينة الإسكندرية في عام 1898. تاريخ ميلاده 7 يناير 1898. تاريخ وفاته 14 سبتمبر 1980. توفى عن عمر يناهز 82 سنة، الله يرحمه ويرحم الجميع. اشتغل بياع في أحد ملابس السيدات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية. بدأ رحلته الفنية مع فرق الهواة بعد وفاة والده الذي كان رافض تماما شغله في المجال الفني. انضم كمان لفرقة عزيز عيد وبعد كده تركها وكون فرقة خاصة ليه، وكان أول مسرحية يعملها كانت من تأليفه اسمها ملكة جمال عام 1919. بدأ إلقاء المونولوجات الفكاهية وكان بيقوم بتأليفها وتلحينها. اشتغل كمان في فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وكمان فرقة التلفزيون. اشتهر في أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، ومن أهم مسرحياته حكم قراقوش والدنيا لما تضحك الستات ما يعرفوش يكذبوا إلا خمسة. وكمان مسرحية التراث. في بداية حياته كان بيسكن مع صديقه الفنان حسين رياض في غرفة فوق السطوح بحي السيدة زينب. خرج مرتين من خارج الوسط الفني، المرة الأولى من السيدة نعيمة صالح وهي أم أولاده، والمرة التانية من السيدة حورية صبور بعد وفاة زوجته الأولى وكان عنده 62 سنة وهي كان عندها 30 سنة. شارك في ثورة 1919 بمونولوج ثوري كان بيؤديه في المظاهرات وهو محمول على الأعناق. بعد إصابته بالشلل النصفي قرر الرئيس السادات صرف معاش استثنائي ليه، الله يرحمه. قدم 172 عمل فني ومنهم صاحب الجلالة، شقاوة بنات، حكاية كل يوم، القاهرة في الليل، هارب من الزواج، عفريت خطيبي، حكاية جواز، ذكريات التلامذة، خطيب ماما، المدير الفني، العقل والمال، معبودة الجماهير، لقمة العيش، سكر هانم، حب في حب، زواج بالإيجار، حب وعذاب، جوز مراتي، النصاب، الستات معرفوش يكدبوا، الزواج والصيف، حلوة وكدابة، جمعية قتل الزوجات، ألمظ وعبد الحمولي، الزوجة 13، أيام السعيدة، امسك حرامي، الست نواعم، إسماعيل ياسين في دمشق، إسماعيل ياسين طرزان، قابلني في الظلام، أم رتيبة، إسماعيل ياسين جيمس بوند، أحلام البنات، يا حبيبي. ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في حياة الفنانين اللي جاية.
يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.